بكره ماتش الزمالك والمصري، بكره بيقول لك بقى ايه؟ في بكره بيقول لك ان احنا بكره مستنيين النتيجه. لو الزمالك اتعادل او خسر، المدرب لازم يمشي. ما ينفعش يا جماعه، لازم نمشيه. طب انت يا معلم، انت يا سيدي، كنت فين؟ ما احنا عمالين نقول الكلام دوت بقالنا 10 ايام ولا اسبوعين من ساعه توقف الدوري. قلنا يا جماعه الراجل ده كان المفروض يمشي في ماتش ساعه بتغلب من وادي دجله، ما يقعدش دقيقه واحده. وفي نفس اليوم طارق مصطفى مشي من مين؟ طارق مصطفى مشي من وادي دجله، من البنك الاهلي. البنك الاهلي مشاه. كنا خدنا ده كده حطينا هنا، وده كده اتكل على الله وديناه لمطار القاهره. لكن نقعد اسبوعين بلا هدف، بلا هدف، عشان بكره مستنيين بكره ايه؟ يا ترى هيتغلب ولا هيتعادل ولا ممكن يكسب؟ طب افرض لو كسب بكره، الماتش اللي بعديه، الماتش اللي بعديه هيتغلب لا يا جماعه، هو احنا المفروض ما نستناش عليه بقى لو اتغلب بعد. يا جماعه طالما الشك اتوجد، طالما الشك في المدرب اتوجد، وعرفنا ان هو مدرب قليل، وهو مدرب قليل، وقلنا كده في مليون مره ان الراجل دوت ما فيش منه رجع، ما فيش منه تكتيك، ما فيش منه شخصيه، ما فيش منه جمله فنيه، ما فيش منه اي حاجه، ما فيش منه قرايه في الملعب، ما فيش منه اي حاجه بتشوفها تقول ان المدرب دوت ان هو في منه حاجه بكره هيتطور. مش زي مثلا جوميس كنا اوقات بنتغلب او يتعادل، بس بنقول ايه؟ المدرب ده في حاجه، في حاجه، استنى عليه، استنى عليه. لكن ده مفيش منه حاجه، مفيش منه رجا، مش تاخد منه حاجه. يا عم هتكسب بكره، يا عم خلاص هتكسب بكره يا سيدي عشان تفرح. بس الماتش اللي بعديه هتعمل فيه ايه؟ يا جماعه الموضوع صعب، الموضوع صعب، الموضوع صعب. مش هنقعد كده، لازم يكون احنا عندنا ثقه في المدرب، لازم يكون في ثقه في المدرب اللي معانا. لكن هنفضل بالطريقه ديت بكره لو اتغلبنا بكره، الراجل ده لازم يمشي، لازم يمشي. وطارق مصطفى قاعد مستني، طارق مصطفى قاعد مستني ده يجي مكانه ويمسك الفرقه ويعيش. سلام عليكم.